عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. إذا أول مرة بتشوفوا القناة تحتي، أنا رزاز محمد، أهلا ومرحبا بكم. في فيديو اليوم هيكون فيديو جميل جدا جدا. فيديو أو ممكن تقول عليه روتين للعناية بالبشرة وسكراب طبيعي، مقشر طبيعي للجسم بمكونات بتكون متوفرة في كل بيت. المقشر بتاعنا بنحتاج أول حاجة للسكر. دي المكونات بتاعتنا اللي احنا بنحتاج لها، عبارة عن سكر وجوز هند، شايفين جوز بتاع هند، وعبارة عن ليمون أو حامض، وعبارة عن زيت زيتون، وأي لوشن بودي لوشن ممكن تستخدميه. طيب نشوف الطريقة بتاعتنا للمكونات. طبعا ممكن لو ما عندك جوز الهند ما بيأثر، ممكن تخليه بس لما لو متوفر طبعا بيكون أحلى وأرهب. بيقشر لك الجسم، بيشيل لك القشور الموجودة في الجسم، وبيزيل لك الخلايا الميتة، وبيجدد لك البشرة الحيوية بتاعت البشرة، وبيجدد لك برضو بيشيل لك زي ما قلت لكم. طيب الفوائد بتاعتنا حقت المقشر بتاعنا اللي هنعمله مع بعض او السكراب بتاعنا، اول حاجه بيزيل لك الخلايا الميته اللي بتكون موجوده في الجسم، اذا كانت خلايا ميته طبيعيه، او ممكن تكون من اثار كريم، او تكون اثار بتاع الدخان السوداني، او من الرطوبه تحت الشتاء وكده. فبيزيل لك الخلايا الميتة الموجودة في الجسم، وبرضه بيعمل لك على تقشير الجسم، وبيفتح لك لون الجسم لأنه بيشيل القشور الموجودة في الجسم، وفي نفس الوقت بيرطب لك البشرة، وبنعم لك البشرة، وبيوحد لك لون الجسم، لأنه الماسك بتاعنا بيحتوي لنا على فيتامين سي أو الليمون. طبعا فيتامين سي طبيعي بيوحد لك اللون، بيشيل لك التصبغات بتاعت الشمس، بيشيل لك ضربات الشمس، المحلات الداكنة، بيشيل لك الخلايا الميتة، بفتح لك المنطقة. ماسك رهيب 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 شديد. طريقة الاستخدام بنستخدمه في يكون بعد ما تبللي جسمك بموية كافة أجزاء جسمك تبلليه بموية. بعد ذلك تكوني مجهزة السكراب بتاعك أو المقشر بتاعك يكون جاهز، وتجي تفركيه على جسمك، تحطيه على جسمك وتفركيه بحركات دائرية مدة بتاعت 5 دقايق. بعد ذلك تتحممي بالمويه العادية، حتى ممكن لو ما استخدمت أي شامبو أو صابون، لأنه أصلا هنضيف في السكراب بتاعنا شامبو، هنضيف الشامبو ده أو البودي لوشن. المهم أي للتحضير بتاع السكراب بتاعنا بنحتاج أول حاجة لملعقة من السكر، ملعقة من السكر. ممكن تستخدمي السكر الخشن، وممكن تستخدمي السكر الناعم المتوفر عندك، ممكن تستخدميه. بعد ذلك هنضيف ملعقتين من برش جوز الهند، برش جوز الهند أو الجوز بتاع الهند. بعد ذلك هنضيف عليهم ملعقة من زيت الزيتون، هنضيف ملعقة من زيت الزيتون، قولي ملعقتين ونص من ملعقة ونص من زيت جوز الهند، زيت الزيتون. بعد ذلك هنضيف عليها عصرة بتاعت ليمون، ضفنا ليها ليمون. بعد ذلك آخر حاجة بنضيف
اي نوع شامبو قلت لكم متوفر عندك ممكن تضيفيه. دي كمية مناسبة. بعد ذاك هنخلط الخلطة بتاعتنا او المقشر بتاعنا مع بعض لحد ما المكونات بتاعتي كلها تختلط مع بعض. نخلط المكونات بتاعتي كلها لحد ما جوز الهند والسكر والليمون وزيت الزيتون والشامبو بتاع الجسم اختلطوا كلهم كده. المقشر بتاعي بيجي جاهز. شايفين؟ تبللي جسمك بالمويه بعد ذاك تبدي تعملي له سكراب بايدينك. طبعا جوز الهند بيساعد في انه الخلايا الميتة او القشور اللي بتكون موجودة في الجسم تطلع. شايفين المحلات دي المحلات اللي بتكون الصبغة تحت الميلانين اكتر برضو تحاولوا تضحكوها بحركات دائرية وتحطوا الجوز بتاع الهند. شايفين؟ حتى لو بتلاحظوا انه في فرق قبل ما انا اغسل اليد تاني بعد ما عملنا لهم السكراب. النتيجة رهيبة شديد. ممكن برضو لو حابين زيادة ترطيب ترطبوا بزيت زيتون. شايفين؟ نمسح زيت الزيتون بدينا طبعا ترطيب عميق جدا للجسم رهيب شديد. جربوا الخلطة دي ان شاء الله هتعجبكم. شايفين؟ نعومة كده رهيبة شديد للبشرة وتوحيد بتاع لون. لونك بيكون نفس الشي. جربوها ان شاء الله واحكموا انتوا براكم. ألتقيكم في فيديو قادم. اترككم في رعاية الله. ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله.